معانا من حملة الأستاذ حمدين صباحي الأستاذ عماد حمدي. أهلا، مساء الخير أستاذ عماد. اهلا، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد. أستاذ عماد، اشرح لنا إيه الوضع واحكي لنا كده إيه الدنيا عاملة إيه في التصويت في الخارج. اولا خلينا نشيد نسب التصويت في المصريين في الخارج، وفي فعلا اقبال محترم واصرار من المصريين على المشاركه في تاكيد الثقه في خريطه الطريق. تاكيد للعالم كله ان ما حدث في 30 يونيو هو اراده مصريه خالصه وليس مؤامره وليس تدبير من جهتنا. المصريين نازلين يقولوا للدنيا كلهم ان احنا اللي عملنا ثوره 30 يونيو واحنا اللي هنكملها واحنا اللي هنختار رئيسنا بارادتنا. لو بتتكلم عن مؤشرات التصويت في تفاوت وتباين حقيقي من دول لاخرى. دول الخليج مثلا بعض الدول يتقدم فيها مرشحنا ودول اخرى يتقدم فيها مرشح المنافس، وده مش من خلال مؤشرات، لا ده من خلال عينات عشوائيه بيتم اخذها بواسطه مندوبي الحملتين في هذه الدول وامام سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج. الحقيقه يا استاذ محمد انا عايز استغل المداخله مع حضرتك واوجه تحيه حاره جدا لدبلوماسيينا وسفرائنا وبعثتنا الدبلوماسيه في الخارج لحرصهم على الظهور بمظهر مشرف حيادي جدا واقف في مؤسسات الدوله على الحياد، وبيتصدوا بكل جهد وبشكل محترم جدا لاي مخالفه او اي انتهاك يحدث. الحقيقه حصل مجموعه من المخالفات والانتهاكات صحيح ليست جوهريه، لكن بمجرد تحرير محاضر من مندوبي حملة حمدين صباحي على الفور تم التعامل معه بشكل جيد جدا من دبلوماسيينا وسفرائنا في الخارج ومنعوا تكرار هذه المخالفات مرة أخرى. كويس جدا، كويس جدا. احنا عايزين انتخابات نزيهة يا أستاذ عماد وانتخابات شفافة حتى نرسل رسالة للعالم كله. هذه هي مصر الثورة، هذه هي مصر 30 يونيو، هذه هي مصر، وهؤلاء هم المصريين يسطرون مستقبلهم بأيديهم. ما حدش هيقدر بعد كده ينظم تنافس انتخابي او يزيف اراده المصريين او يتلاعب باراده المصريين. المصريين دلوقتي هم اللي بيفرضوا ارادتهم على الجميع. حتى لو كان هناك اطراف خبيثه تريد افساد ما ننظمه من تنافس واستحقاقات انتخابيه بشكل محترم، المصريين هم اللي بيقفوا في وجه ده، لان لا يمكن ان يتخلوا عن مكتسبات حصلوا عليها في 25 يناير و30 يونيو. ده امر بقى اهم ضمانه في تنظيم تنافس انتخابي حقيقي هو اراده المصريين في انهم يعملوا حاجه بشكل محترم. استاذ عماد، انت ايه رايك في المحاولات الفاشله اللي بيحاول يقوم بيها التنظيم الدولي للاخوان لعرقله عمليه التصويت وان هم بينظموا مظاهرات تكاد تكون محدوده لا تقدر او لا تقدر يعني لا تتعدى صوابع اليدين يعني في كل دوله لعرقله عمليه الانتخابات؟ شوف زي ما انت قلت، انت وصفت خلاص وقلت انها محاولات فاشله، واعتقد ان هذا التنظيم يعني فقد القدره على كثير جدا من الامور والمخططات الشيطانيه التي كان يسعى لافساد كل ترتيبات المرحله الانتقاليه، مش بس انتخابات الرئاسه. حاولوا يثيروا العنف قبل الاستفتاء على الدستور وحاولوا يروعوا المصريين، ومع هذا اصل بص شعبنا المصري ده ملوش كتالوج، ملوش حل، ما بيجيش بالعين، هو عنيد، شعب عنيد. والترهيب تبص تلاقي انفجار فالناس تنزل تحتفل مكان الانفجار او تقف مكان تحتشد مكان الانفجار. ده ما بيحصلش في اي حته في الدنيا غير في مصر. صحيح. واخد بالك؟ فانت دلوقتي الاخوان تصاحب المصريين وتخوفهم وتعمل مظاهرات وشغب الكلام ده قدام سفارات، هتبص تلاقي نسب المشاركه اعلى زي ما هو حاصل دلوقتي. وان كان كنت بتتكلم عن حادثه او وقعت قنصليتنا في تركيا وهذا الكلام، فاعتقد انه تم التعامل معاهم بشكل يعني اصل المصريين مش هيخلوا حد يفرض رغبه ولا اراده عليهم. انت تطبيقا لا الاخوان ولا بلد الاخوان. تطبيقا لكلامك بكره عدد من الاتراك وعدد من الافارقه داعين لتظاهره امام سفاره مصر في السويد للتنديد بانتخابات الرئاسه وبالتصويت عليها. المصريون المقيمون هناك ايضا يحتشدون الان يعني منذ 24 ساعه لكي يقابلوا هذه التظاهره بتظاهره اخرى من
المصريين الذين يريدون استكمال خارطة الطريق وانتخابات الرئاسة المصرية. ودي ايضا معلوماتي عن حاجه مماثله هتحصل النهارده في المانيا. اظن انه مندوبينا في الخارج قال القنصل يعني أيوة. قال لهم انه في تخطيط معين من جماعه الاخوان وحلفائها. انت عارف ان عندها حلفاء دوليين. ايوه. بينظموا مظاهره النهارده امام سفارتنا في المانيا، اظن كده حسب ما وصلني من المعلومات لو انا مش غلطان يعني. برضه حصل حشد من المصريين هناك ووقفوا قدام يعني صورة السفارة، وهم اللي بيحموا السفارة دلوقتي ومصرين ان العملية تكمل بمنتهى النزاهة بغض النظر عن اتجاهات التصويت لأي مرشح. هو ده الشعب المصري يا أستاذ. طبيعي الشعب المصري الحقيقة بيضرب المثل كل يوم في موضوع جديد بيعلم العالم كله كيف يتعامل معه مع الشعب المصري. ده صحيح. اشكرك يعني خلينا نقول في الاخر ان الشعب المصري سينفذ ارادته على الجميع، وان كنا بنتكلم عن ظواهر من مكتسبات ثوره يناير يونيو، الشعب المصري هيختار من يمثل ثورتي يناير يونيو في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. أشكرك الأستاذ عماد حمدي عضو المكتب السياسي لحملة المرشح الرئاسي الأستاذ حمدين صباحي، وده كان رأيه على تصويت المصريين في الخارج. لو تقدروا تجيبوا لنا حد من حملة المشير السيسي يبقى كويس يا جماعة.